السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين طلاب تالتة إعدادي في كل محافظات مصر، وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة احنا هنشرح الدرس الرابع في التاريخ، والدرس الرابع في التاريخ بعنوان ايه؟ قال لي يا مستر الدرس الرابع بعنوان محمد علي وبناء مصر الحديثة. يا جماعة أنا عايز أقول لك إن لما انفرد محمد علي بحكم مصر بدأ يبني دولته على النظم الحديثة. فعمل إيه بقى؟ قال لك يا مستر بدأ بالبناء الاقتصادي، فبدأ يهتم مستر محمد علي بتطوير الزراعة والصناعة والتجارة، بس طبق نظام اسمه نظام الاحتكار. يعني مستر نظم محمد علي مجالات الاقتصاد المصري كزراعة وصناعة وتجارة على أساس نظام الاحتكار. قال لك طب يا مستر ليه؟ قال لك لكي يضمن الدخول في سوق التجارة الدولية منافسا لغيره من الدول. يعني يا مستر الراجل ده عايز يدخل ينافس الدول الأوروبية. محمد علي يا جماعة شايف ان هو مش اقل من حد. محمد علي يا جماعة شايف ان هو يقدر ان هو ينافس الدول الأوروبية، ليه لأ؟ فقال لك لكي يضمن الدخول منافسا لغيره من الدول الأوروبية. مستر أول حاجة هنتكلم عنها وهي نظام الاحتكار. نظام الاحتكار يا مستر إن الدولة بتكون ممثلة في محمد علي. محمد علي هيشرف على الإنتاج كله، فهيحدد نوع الغلات التي تزرع يا جماعة ونوع المصنوعات التي تنتج، وهيحدد أثمان شرائها وأثمان بيعها في الأسواق. هو يا مستر اللي هيحدد. يعني هيروح للفلاح يقول له يا فلاح أنت بتزرع إيه؟ يقول له كذا. يقول له لا يا حبيبي مش أنا قلت لك ازرع كذا؟ ازرع كذا. طب يا مستر هيروح للصانع يقول له أنا مش قلت لك صنع كذا؟ يقول له يقول له طب صنع اللي أنا قلت لك عليه. وهو اللي هيحدد السعر كمان في السوق يتباع بكام. مستر الزراعة في عهد محمد علي. قال لك الزراعة محمد علي يا مستر كان في حاجة اسمها زمان نظام الالتزام، ألا وهو أن الملتزم بيمتلك أرض مقابل جمع الضرائب للسلطان العثماني. صح؟ قلتها لك. فمحمد علي لما جه لقى في أراضي يا جماعة كان بياخدها الملتزمين، فقال لك لا احنا هنسحب كل الأراضي اللي خدها الملتزمين وهنسجلها باسم الدولة. مفيش حد في عهدنا هيملك أراضي زراعية. فالراجل ألغى نظام الالتزام ووزع مساحات من الأراضي على الفلاحين. مش بس كده يا جماعة، الراجل ده اتبع سياسة زراعية بتهدف إلى إيه؟ تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي. يعني يزرع كتير جدا يا جماعة عشان يطلع إنتاج كبير جدا يقدر ينافس بيه الدول الأوروبية. محمد علي مستر عمل إيه؟ زود الفلاح بكل ما يلزم لأمور الزراعة. يعني قال للفلاح تعالى يا عم عايز ايه؟ عايز بذور؟ خد بذور. عايز مواشي؟ خد مواشي. اللي انت عايزه واللي انت بتحلم بيه قول لي عليه وانا هديهولك. بس قال لك لا، ادخال اساليب حديثة وغلات زراعية جديدة. يعني يا مستر الراجل يا مستر قام باحلال اساليب زراعية جديدة. يعني ايه احلال اساليب زراعية جديدة؟ يعني يا مستر بدأ يدخل آلات حديثة تساعد الفلاح. بدل ما الفلاح كان بيعمل كل حاجة بايديه، لا محمد علي يا مستر دخل له آلات حديثة وأحل أساليب زراعية جديدة تقدر يا مستر إن هي تساعده في الزراعة. وزرع يا مستر وعمل غلات. الراجل يا مستر أنشأ مدرسة للزراعة. يعني عمل مدرسة للزراعة عشان كمان يا مستر يعلم الناس إزاي تتعلم أمور الزراعة، إزاي الناس تبقى متعلمة لأمور الزراعة. ومش بس كده، هو ما عملش مدرسة وأهملها، لا ده اصطحب أو استقدم لها الخبراء من الخارج. يعني جاب ناس يا مستر بيفهموا وناس متقدمين عشان يا مستر طبعا يعلمونا امور الزراعه. مستر الراجل حسن طرق الري، فقام بحفر ترعه المحموديه. الراجل اهتم بالري يا مستر، فعمل ترعه اسمها ترعه المحموديه، وانشا العديد من القناطر على النيل. اهمها القناطر الخيريه. يبقى الراجل يا مستر قام بحفر الترع. اشهر ترعه عملها هي ترعه المحموديه، وانشا العديد من القناطر. اكتر قناطر او اشهر قناطر عملها هي مستر القناطر الخيريه. مستر بعد كده قال لك طبق محمد علي نظام الاحتكار في الزراعه. هو محمد علي طبق نظام الاحتكار في الزراعه؟ ايه دليلك على ده؟ ان يا مستر هو حدد نوع الغلات التي تزرع، هو اللي قال الفلاح هيزرع ايه، وهو اللي حدد اثمان شرائها واثمان بيعها في السوق. يعني هو اللي قال هي تتباع بكام، يعني احنا نشتريها بكام وهنبيعها بكام. طيب
الصناعه في عهد محمد علي. مستر الصناعه في عهد محمد علي، محمد علي قام بتطوير الصناعه. الراجل طور الصناعه يا مستر، حيث قام بالعديد من الاجراءات. اقام المصانع الحكوميه مثل مصانع الغزل والنسيج والورق والسكر. الراجل يا مستر اقام المصانع الحكوميه زي مصانع للغزل والنسيج والورق والسكر. عمل مصانع للغزل والنسيج اللي هو يا مستر للملابس يعني. تمام. قال لك مش بس كده، ده كمان يا مستر عمل مصانع لصناعه الورق وكمان مصانع لصناعه السكر. الراجل يا مستر قام بجمع الصبيه، جمع الصبيه للعمل في مصانع الدوله باجور رمزيه، فاصبحت بمثابه مدارس يا جماعه صناعيه. يعني ايه يا جماعه؟ العيال اللي كانت بتلعب في الشارع دي ولا شغله ولا مشغله، فقال يا مستر اصحاب الحارات ان هم يجمعوا الصبيه، هاتوا لي الصبيه دول نشغلهم في المصانع الحكوميه بتاع الدوله ونديهم فلوس، واديهم من خلال الصنعه اللي انا بعلمها لهم بيتعلموا. فجمع الصبيه للعمل في مصانع الدوله باجور رمزيه، فاصبحت بمثابه مدارس صناعيه. مصر الراجل كمان قام بالاستعانه. استعان بايه؟ قال لك استعانه بالخبرات الاجنبيه وارسال بعثات للخارج وترجمه الكتب الخاصه بمختلف الصناعات. يعني ايه يا مستر فكره الاستعانه بالخبرات الاجنبيه؟ استعان بالخبرات الاجنبيه يا مستر يعني جاب خبراء من بره وارسل بعثات عشان تتعلم بره. يعني جاب خبراء عشان يعلمونا وبعد بعثات عشان يتعلموا ويرجعوا يحلوا محل الاجانب اللي موجودين، وبدا يترجم الكتب الخاصه بمختلف الصناعات. محمد علي يا مستر طبق نظام الاحتكار في الصناعه. طبق نظام الاحتكار في الصناعه. فعمل ايه يا مستر؟ يعني مستر الراجل اتبع سياسه بتهدف الى السيطره على الانتاج الصناعي. بدا يمشي بسياسه عشان يسيطر على الانتاج الصناعي. فبدا يا مستر يقوم بامداد الصناع بالمواد الخام اللازمه للصناعه. يبقى امداد الصناع بالمواد الخام اللازمه للصناعه. قال لك لا، ده كمان شراء المنتجات الصناعيه بالثمن الذي تحدده الحكومه. يعني الراجل بدا يشتري الحاجه بالسعر اللي الحكومه بتحدده. بالنسبه للتجاره، اما بالنسبه للتجاره يا مستر فنشطت التجاره الداخليه والخارجيه. التجاره الداخليه نشطت هي والتجاره الخارجيه في عهد محمد يا جماعه، في عهد محمد علي. بسبب ايه؟ طالما يا مستر بص خد بالك، الزراعه كانت ازدهرت، يبقى الصناعه تزدهر بسبب ازدهار الزراعه، لان كلهم بيكملوا بعض. طب التجاره ازدهرت، يبقى اكيد الزراعه والصناعه كانوا مزدهرين، فكلهم بيأثروا على بعض. فهو قال لك بسبب ازدهار الزراعه والصناعه، وكان في استقرار داخلي. مستر محمد علي طبق نظام الاحتكار في التجاره. قال لك طبعا طبق نظام الاحتكار في التجاره. طب عمل ايه؟ قال لك تسويق جميع الحاصلات الزراعيه. تسويق جميع الحاصلات الزراعيه. الراجل قام بتسويق جميع الحاصلات الزراعيه والمنتجات الصناعيه بعد شرائها وجمعها في مخازن الدوله. هو اللي سوق يا مستر، هو اللي باع للناس. اهو البيع للتجار الاجانب في مصر، هو اللي بدا يبيع. خد بالك ان يا مستر طبقه التجار في عهد محمد علي تدهورت، لان ما فيش حد كان ليه دور غير محمد علي اصلا. قال لك البيع هو اللي باع في الخارج لحساب الحكومه المصريه. والراجل احتكر تجاره اسمها تجاره الواردات. قال لك لا يا مستر، انا مش هستورد من بره، لان الدوله القويه هي التي يزيد صادراتها عن وارداتها. هو كان شايف كده، يقول لك الدوله القويه هي اللي تكفي نفسها. كمل. لان هو قال لك يا جماعه ان الدوله القويه هي التي تستطيع ان تكفي نفسها بنفسها وما تستوردش من بره. تمام. النقل والمواصلات. النقل والمواصلات اهتم محمد علي يا جماعه بالنقل والمواصلات. فقام بايه؟ قال لك يا مستر قام بتمهيد الطرق البريه والبحريه، بناء اسطولين على البحر الاحمر والمتوسط. يا جماعه اسطولين يعني يا مستر اسطول مجهز بسفن حربيه. اسطول يعني يا مستر سفن مجهزه. طيب بس قال لك حفر الترع، بدا يحفر ترع. والاهتمام بالمواني الطبيعيه، بدا يهتم بانشاء المواني. ميناء هو مكان لرسو السفن يا جماعه. تمام. قال لك كمان يا مستر قام بتطهير البحر الاحمر من القرصنه. يا جماعه البحر الاحمر كان فيه قراصنه،
فمحمد علي التجاره كانت واقفه اصلا بسبب القراصنه اللي موجودين في البحر الاحمر. فمحمد علي راح يا مستر البحر الاحمر وقضى على القراصنه وطهر البحر الاحمر من القراصنه. فعادت الشركات الاجنبيه مره تانية ان هي تتاجر الى الايه، الى الهند. بصوا يا جماعه، يعني مثلا دوله زي انجلترا، هنا الهند كده. بصوا يا جماعه، الهند دي كانت انجلترا بتودي تجاره، طبعا كانت بتروح لمستعمراتها في الهند وكانت بتتاجر هناك. حلو. طب يا مستر كان في البحر الاحمر قراصنه، فالقراصنه دول كانوا دايما يعتدوا على اي سفينه محمله بالبضائع. فمحمد علي، فطبعا الناس قالت مش هنمشي في البحر الاحمر تاني طالما في قراصنه. فده يا مستر اثر على التجاره. فمحمد علي قال لك لا، انا هطهر البحر الاحمر من القراصنه عشان الناس ترجع تمشي فيه تاني والشركات ترجع تمشي فيه تاني عشان اكسب ايه، فلوس. البناء الاجتماعي يا مستر، خد بالك السؤال ده دايما مهم يا جماعه، السؤال ده اقسم بالله مهم جدا ودايما بيجي في الامتحانات، وان شاء الله تلاقيه في امتحان 2024. بيقول لك ايه بقى؟ كان لسياسه محمد علي الاقتصاديه اثرها على ايه؟ على تشكيل وبناء القوى الاجتماعيه. اول لما تسمع الجمله دي كلمه بناء القوى الاجتماعيه يبقى اندثرت قوى وظهرت قوى. اندثرت يعني اختفت، وظهرت يعني بانت وضحت. مستر مين القوة اللي ظهرت يا مستر؟ قال لك ظهرت قوة محمد علي وانتهى نفوذ المماليك. يعني انتهى نفوذ المماليك كقوة حاكمة، قوة حاكمة، وحل محلها أسرة محمد علي وبعض القادة الأتراك. تمام اهو، بص، انتهى نفوذ المماليك كهيئة حاكمة وحل محلها أسرة محمد علي وبعض القادة الايه، الأتراك. يا مستر مش بس كده، ده كمان تضاؤل يعني ايه؟ تضاؤل يعني قل نفوذ العلماء الازهر والقيادات الشعبيه. علماء الازهر دورهم قل، هم والقيادات الشعبيه، يعني الزعامه الايه، الشعبيه. كمان يا مستر تدهورت طبقه التجار. ما هو محمد علي يا مستر كان بيبيع في الداخل والخارج، فما كانش بيخلي التاجر ليه دور خالص. تمام. فطبعا يا مستر دور التاجر قل. من اكتر الشخصيات اللي دورها قل كان واحد اسمه احمد المحروق يا جماعه. ده كان كبير التجار ودوره اختفى خالص لما محمد علي بدأ هو اللي بيتحكم في التجاره. مستر القوى الاجتماعيه التي ظهرت هي ايه بقى؟ قال لك ظهور طبقه الاعيان اللي هي طبقه وسطى. قال لك وظهور عمال الصناعه. خد بالك بالله عليك، ظهرت طبقه عمال الصناعه وشيخ الطائفه، وظلت شيخ الطائفه موجود ايام محمد علي. يبقى مصر ظل نظام طائف الحرف وشيخ الطائفه موجود ايام محمد علي. تقول لي صح. لو جالك في الصح وغلط قال لك استمرت طبقة طوائف الحرف وشيخ الطائفة موجودة كوسطاء للحكومة، هتقول له ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. ظهور البدو كقوة اجتماعية البدو يا جماعة ظهروا كقوة اجتماعية مستقرة. خد بالك ان البدو ايام الحكم العثماني كانوا دايما بيعملوا اغارات متلاحقة على الايه، على الصحراء. ايام محمد علي طبعا يا مستر هديوا خالص، لان محمد علي ادى لزعمائهم اراضي ابعديات عشان يزرعوا الارض دول، فهديوا شوية. مصر بعد كده عندي التعليم والثقافة. محمد علي يا جماعة اهتم بالتعليم والثقافة. لحاجته إلى إيه؟ قال لك لحاجته يا مستر إلى موظفين لسد حاجة المصالح الحكومية. محتاج موظفين يشتغلوا في الإيه؟ في المصالح الحكومية، أي مصلحة حكومية. قال لك يا مستر كمان محتاج فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجة الإيه؟ الجيش والأسطول. يبقى مستر اهتم محمد علي بالتعليم والثقافه ليه؟ لحاجته الى موظفين لسد حاجه المصالح الحكوميه، فنيين ومتخصصين في مختلف الفروع لسد حاجه الجيش والايه، والاسطول. مستر فمحمد علي عشان يعمل كده لازم يهتم بالايه، بالمدارس وهكذا. فمحمد علي مستر قام بانشاء المدارس الحديثه، قام بانشاء المدارس الايه، الحديثه. فعملوا مدارس زي ايه؟ مدرسه للطب، مدرسه للزراعه، مدرسه للمهندس خان. مهندس خان يا جماعه مدرسه. خد بالك كل حاجه كان بيعملها محمد علي كانت لخدمه اغراض الجيش. عمل مدرسه للطب عشان يخرج اطباء للجيش، مهندس خان عشان يخرج مهندسين في الصناعات المختلفه للجيش. ارسال البعثات العلميه الى اوروبا. يا مستر محمد علي قام بارسال البعثات العلميه الى اوروبا، فقام بارسال بعثه برئاسه رفاع رافع الطهطاوي الى فرنسا وعلي باشا مبارك، ودول اسهمان في استمرار النهضة العلمية. يعني لما رجعوا يا جماعة، لما رجعوا فادونا جدا واسهموا في النهضة الايه، التعليمية. قال لك بعد عودتهم من اوروبا
الاستعانة ببعض الأساتذة الأجانب. محمد علي يا مستر استعان ببعض الأساتذة الأجانب بهدف إيه؟ بهدف التدريس في المدارس العليا، إن هو يدرس في المدارس الإيه؟ العليا، والمساهمة في الإيه؟ في الترجمة. يعني جاب ناس أجانب من بره، أساتذة أجانب، عشان يا مستر يدرسوا لنا في المدارس العليا اللي هي الكليات والبقى إيه والمعاهد. قال لك يا مستر وكمان يساهموا في الإيه؟ في الترجمة. كمان يا مستر الراجل عمل مطبعة اسمها المطبعة الأميرية، فقام بإنشاء المطبعة الأميرية فين يا مستر؟ في بولاق في الجيزة يعني، ماشي؟ قال لك بهدف إيه؟ طبع الكتب اللازمة للمدارس، عشان يطبع الكتب اللازمة للمدارس، طبع الكتب الأدبية والفنية، وكمان يا مستر إصدار صحيفة الوقائع الإيه؟ المصرية، فقام بإصدار صحيفة اسمها صحيفة الوقائع المصرية. تمام. قال لك يا مستر بناء القوى العسكريه. محمد علي يا مستر كان رجل عسكري ومحارب يدرك مدى اهميه القوى الايه العسكريه، عارف يعني ايه قوى عسكريه وعارف اهميتها. وقال لك يا مستر عشان نقدر نحقق اهدافنا لازم نكون قوى عسكريه كبيره قوي. فمستر طبعا قال لك محمد علي بدا يعمل قوته العسكريه على الطراز الاوروبي الحديث زي اوروبا بالظبط. وقال لك ان اهتم محمد علي بالقوى العسكريه. محمد علي في اعداد الضباط فبدا يفتح مدرسة عسكرية عشان تخرج ضباط. فمستر المدرسة العسكرية دي كانت فين؟ بأسوان. يعني مستر خد بعضه وعمل مدرسة عسكرية عشان يخرج ضباط فين؟ في أسوان. الراجل استخدم ضباط ومعلمين ذو خبرة ودراية من أوروبا للمدارس العسكرية التي أنشأها، وكان أشهرهم الكونول سيف أحد ضباط الجيش نابليون. يا جماعة كان في أيام الحملة الفرنسية ضابط كفء جدا 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 اسمه طبعا ضابط كفء جدا 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 اسمه كده. انا بدات اهيس اصلا قد هنا يا محمد فقال لك استخدم ضباطا ومعلمين ذو خبره ودرايه من اوروبا للمدارس العسكريه التي انشاها، وكان اشهرهم يا جماعه هو واحد اسمه الكونول سيف. الكونول سيف ده يا جماعه ده كان احد اشهر ضباط جيش نابليون بونابرت، وكان قائد كفء جدا. استعان بيه طبعا مين يا مستر؟ محمد علي عشان يدرب الضباط بتوعه. قال لك طب اعداد الجنود يا مستر، احنا اول حاجه حاولنا ان احنا نجندهم هم السودانيين، ولكن محاوله تجنيد السودانيين فشلت يا جماعه، فقلنا خلاص نتجه الى الى تجنيد المصريين، والمحاوله نجحت. جندنا فعلا يا جماعه المصريين، والمصريين اثبتوا كفاءتهم في التدريب، الانتظام في التدريب يا جماعه. مش بس كده، احنا كنا بنطيع الاوامر يمين يمين شمال شمال، فمستر كنا بنطيع الاوامر. قوه وكفاءه في ميادين القتال الخارجيه، يعني وحوش خش اي حرب نفرتكهم. طيب قال لك يا مستر كمان انشاء الاسطول. محمد علي برضه يا مستر اهتم بانشاء الاسطول، فعمل ترسانه في بولاق وعمل ترسانه في اسكندريه. والترسانه، كلمة ترسانة يا مستر هي دار للصناعة، دار لصناعة السفن يا جماعة. فعمل دار لصناعة السفن فين؟ قال لك في بولاق ثم اسكندرية، وزودها بكافة أنواع الأسلحة. يعني يا مستر جاب لها الأسلحة من كل حتة. قال لك أعد أماكن لتدريب وتعليم البحارة، يعني بدأ يا مستر يدرب ويعلم البحارة والجنود. انشاء مصانع الاسلحه والذخيره والقلاع. الراجل يا مستر اهتم بالتصنيع الحربي. اهتم بالتصنيع الحربي، قال لك والله. فانشا ترسانه في القلعه لتصنيع الاسلحه. يعني يا مستر الراجل عمل ترسانه في القلعه عشان يصنع الاسلحه، يجيب السلاح. طيب يا مستر كمان انشا القلاع في اسكندريه ورشيد ودمياط، يعني منطقه في المنطقة الشمالية يا مستر، اللي هو الساحل الشمالية، في المنطقة الشمالية. يا مستر القلاع والحصون دي هدفها حماية البلاد وتأمينها، عشان يحمي البلاد ويأمنها. البناء السياسي يا جماعة. قال لك البناء السياسي لما محمد علي جه مستر قسم مصر إداريا إلى 7 مديريات. أهو مستر الراجل قسم مصر إداريا إلى 7 مديريات، خلاص، وعلى رأسهم الحكومة المركزية والتي كان مقرها القاهرة، ومنها يصدر القوانين والقرارات. كمان يا مستر أنشأ عدة مجالس ودواوين زي مجلس المشورة والديوان العالي. كمان يا مستر الراجل أصدر لائحة جديدة عام 37. ليه يا مستر؟ عمل دواوين يعني لإعادة تنظيم الإدارة
ماشي الى 7 دواوين، اللي هو 7 وزارات. تمام. قال لك وحدد اختصاصاتهم. يعني يا مستر عمل دواوين الى 7 عام 37 انشأ 7 دواوين. ال7 دواوين دول يا جماعه عمل فيهم ايه؟ قال لك يا مستر عشان ينظموا الاداره وحدد اختصاصاتهم. يعني قال لكل ديوان انت مهمتك هتقوم بايه او هتعمل ايه. مستر سياسه محمد علي الخارجيه. محمد علي الخارجيه مستر كان عايز محمد علي سياسته الخارجيه كان عايز ينفصل عن الدوله العثمانيه. يعني محمد علي سعى للانفصال عن الدوله العثمانيه، ولكن يا مستر مرت العلاقه بينه وبين السلطان العثماني بمرحلتين: مرحله الوفاق ومرحله الخلاف. الوفاق يعني احنا حبايب ومتفقين، ودي حروب هيدخلها محمد علي بارادته، اللي هي ايه بقى؟ حروب شبه الجزيره العربيه. وحروب اللي دخلها محمد علي بارادته هي حروب السودان. يبقى مستر حروب دخلها محمد علي بإرادة السلطان العثماني، وحروب دخلها محمد علي بإرادة. طب محمد معلش حقك عليا. عندنا بقى يا جماعة سياسة محمد علي الخارجية. محمد علي يا جماعة كان عايز ينفصل عن الدولة العثمانية. سعى محمد علي للانفصال عن الدولة العثمانية، ومرت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني بمرحلتين: مرحلة الوفاق ومرحلة الخلاف. مرحلة الوفاق احنا حبايب والدنيا زي الفل وحلوين قوي وزي السمن على العسل. مرحلة الخلاف يا مستر وتكوين الأحزاب. مرحلة الخلاف عموما بقى اللي هي الحروب اللي هيدخلها محمد علي، الحروب اللي هيدخلها محمد علي بإرادته هو. مرحلة الوفاق عيدها دي ايه في الباب طيب؟ تاني يا جماعة، تاني يا عم محمد. يبقى يا جماعه سياسه محمد علي الخارجيه: سعى محمد علي للانفصال عن الدوله العثمانيه. يعني محمد علي كان عايز ينفصل عن الدوله العثمانيه. محمد علي كان عايز ياخد الحكم لوحده، يبقى منفصل عن الدوله العثمانيه. فمرت العلاقه بين السلطان العثماني ومحمد علي بمرحلتين: مرحله الوفاق ومرحله الخلاف. الوفاق يعني احنا حبايب مع بعض، الخلاف يعني احنا الاثنين بندب ببعض ومش حلوين مع بعض. مرحله الوفاق كانت يعني احنا متفقين حبايب. يبقى حروب دخلها محمد علي باراده السلطان هي حروب شبه الجزيره العربيه، وكمان يا مستر حروب حروب اليونان. طب حروب دخلها محمد علي بارادته هو، ودي الخلاف بقى. الخلاف اللي هو الشام والسودان. طب القصه بتدور في ايه بقى يا مستر؟ قال لك اول حاجه حروب شبه الجزيره العربيه. حروب شبه الجزيره العربيه يا مستر بصوا يا جماعه، ادي منطقه شبه الجزيره العربيه اهي. ادي منطقه شبه الجزيره العربيه، ظهر فيها هنا كده الوهابيه. يا مستر الوهابيه دول كانوا موجودين فين؟ في شبه الجزيره العربيه. الوهابيه دي يا مستر عملوا ثوره ضد السلطان العثماني. عملوا ثوره ضد السلطان العثماني. الوهابيه دول جماعه قاعدين في شبه الجزيره العربيه، عملوا ثوره ضد السلطان العثماني، عايزين ينفصلوا عن الدوله العثمانيه. السلطان العثماني قام متصل بمحمد علي، قال له خلصني يا محمد يا علي من من الوهابيين اللي موجودين في شبه الجزيره العربيه. محمد علي قام واخد بعضه وقام رايح للوهابيه في شبه الجزيره العربيه، وقضى على الوهابيه في شبه الجزيره العربيه وانتصر عليهم. يبقى القضاء على الوهابيه في شبه الجزيره العربيه، وسيطر محمد علي على شبه الجزيره العربيه. اهو اسبابها ونتائجها. طب مستر اللي بعده ضم السودان. ضم السودان، محمد علي كان عايز يخش السودان يا مستر لانها ستكسبه او هتحقق له مكاسب. مكاسب ايه؟ قال لك هتحقق له مكاسب سياسيه واقتصاديه وعسكريه. مش بس كده، قال لك يا مستر كمان نتائجها ايه؟ يا مستر هو اللي بيأمن مصر من جهه الجنوب هي السودان، فهي امتداد حيوي لمصر من جهه الجنوب. فقال لك امتداد النفوذ المصري الى جنوب السودان. بس قال لك لا، انشاء مدينه الخرطوم، ودي عاصمه السودان. وكمان يا مستر اكتشف منابع النيل. انت عارف ان محمد علي عايز يعمل نهضه زراعيه، ففضل ماشي كده يا مستر على نهر النيل لغايه لما يشوف النهر النيل بينبع منين عشان يروح يسيطر عليه. كلام جميل. المهم يا جماعه حروب اليونان. حروب اليونان يا جماعه، منطقه اليونان كانت فيها اهالي اسمهم اهالي المورة. اهالي المورة دول يا جماعه كانوا قاعدين فين؟ في اليونان. الناس دي كانت عامله ثوره ضد السلطان العثماني. عاملين ثوره ضد السلطان العثماني، عايزين ينفصلوا عن الدوله العثمانيه.
فالسلطان العثماني كالعاده كلم محمد علي وقال له خلصني من اهالي المورة اللي موجودين فين؟ في اليونان. محمد علي راح لاهالي المورة وحاربهم، ولكن اثناء ما هو كان بيحارب اهالي المورة وخلص عليهم، قال لك يا مستر جه اسطول انجليزي حطم اسطول محمد علي من ظهره. فمحمد علي يا جماعه طبعا مين الاسطول ده؟ ده اسطول انجليزي، ودخل محمد علي مع انجلترا في معركه اسمها معركه نافارين عام 1827. معركه اسمها معركه نافارين اللي اتحطم فيها اسطول محمد علي. فمستر محمد علي اتفق مع انجلترا ماشي للخروج، وقام بمفاوضات مع انجلترا. عمل مفاوضات يا شباب ولكن دون الرجوع للسلطان العثماني. ما رجعش للسلطان العثماني، والمفروض ان هو يرجع للسلطان العثماني قبل ما يعمل اي حاجه. فعدم رجوعه للسلطان العثماني ده خلى العلاقه ما بينه وما بين السلطان العثماني تتوتر، فتوترت العلاقات بين محمد علي والسلطان العثماني، لانه تفاوض مع انجلترا دون الرجوع للدوله العثمانيه. فده ادى الى توتر العلاقات ما بينهم. وخد بالك ان هو ده ادى الى علو مكانه مصر. علو مكانه مصر. وكمان يا مستر علو مكانه محمد علي، وقلل من مكانه السلطان العثماني. فعشان كده السلطان اتضايق. وخد بالك ان لما اسطول محمد علي اتحطم، محمد علي راح للسلطان قال له انا استفدت ايه؟ قال له هديك جزيره اسمها جزيره كريت. فقال له القضاء على ثوار اليونان في المورة الذين طلبوا بالاستقلال عن الدوله العثمانيه. نتائجها ايه؟ كانت النتائج ان هي لحروب اليونان في صالح محمد علي، على الرغم من هزيمه الجيش وتحطيم الاسطول المصري في معركه نافارين، حيث ضم محمد علي جزيره كريت وعلو مكانه مصر دوليا. يجي يقول لك ليه علو مكانه مصر دوليا؟ هتقول له لان محمد علي تفاوض مع انجلترا لإنهاء الحرب دون الرجوع إلى السلطان العثماني، فتوترت العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني. المهم بقى مستر من هنا جت حروب الشام واللي محمد علي هيبدأ إن هو يكون عايز ينفصل عن الدولة العثمانية. إيه سبب حروب الشام؟ بسبب توتر العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني، لأن محمد علي تفاوض مع انجلترا دون الرجوع للسلطان العثماني. فقال لك نتائجها إيه؟ قال لك وصول القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات. وصلت القوات المصرية إلى الشام وأعالي الفرات. وقال لك امتداد النفوذ المصري إلى بلاد الشام. انت واضح من كلامي كده يا مستر ان محمد علي خلاص وصل لبلاد الشام، ووصل كمان قواته للشام وأعالي الفرات، يعني خد منطقة الشام اهو يا جماعة. اهو دي المناطق اللي سيطر عليها محمد علي. حدود محمد علي يا جماعة سيطر على مناطق الله أكبر. يعني محمد علي يا مستر وحش يا جماعه، عمل امبراطوريه كبيره جدا. المهم يا جماعه محمد علي كده نفوذه زادت، يعني نفوذه بدات تزيد وبدات تضاغي السلطان العثماني. فالدول الاوروبيه خافت من ازدياد نفوذ محمد علي، وقالوا يا جماعه لازم قالوا كده لازم نوقف محمد علي عند حده. لازم محمد علي ده يقف. محمد علي كده بقى يسبب خطر على التوازن الدولي. محمد علي كده هيسبب خطر على التوازن الدولي. محمد علي كده بقى قوة هتبقى ضاربة لينا، يعني محمد علي بعد كده هو اللي هيضربنا. تمام. المهم بقى يا جماعه اهو لسه قايل لك تدخلت الدول الاوروبيه في المفاوضات مع السلطان العثماني لفرض ما تراه من شروط على محمد علي، وقاموا مطبقين عليه معاهده لندن عام 1840. مصر ادركت الدول الاوروبيه ان محمد علي لسه قايلها لك اصبح يمثل خطر على التوازن الدولي. اهو نتيجه ايه؟ نتيجه انتصاره على السلطان العثماني وازدياد نفوذه، ان هو بدا بقى نفوذه تزيد. فبداوا يطبقوا عليه معاهده لندن. وكانت شروط معاهده لندن هي يا جماعه: 1. رجع بلاد الشام وشبه الجزيره العربيه الى السلطان. حاضر. ثبت محمد علي في حكم مصر. هنثبتك في حكم مصر يا عم. يا محمد علي لازم تعلن خضوعك للسلطان العثماني. لازم تعلن خضوعك للسلطان العثماني. فطبعا يا مستر خد بالك ان محمد علي ما وافقش في الاول، وبعد كده لما قالوا ان احنا هنحاربك فاضطر للموافقه. فقال لك يا مستر اضطر محمد علي الى قبول شروط المعاهده، يعني اضطر ان هو يوافق. واصدر السلطان فرماني فبراير ويونيو عام 1841. الاول كان بيقول ايه بقى يا مستر؟ حق وراثه العرش لاكبر ابناء محمد علي سنا من من الذكور. الثاني قال لك يا مستر
يقضي بولاية محمد علي، يقضي بولاية محمد علي على السودان. يعني محمد علي ياخد الايه؟ السودان. وبكده يا جماعه يبقى احنا خلصنا الدرس الرابع في التاريخ، وباذن الله انتظرونا ببقيه فيديوهات التاريخ. مستنيين منك دعمك، سبسكرايب، الشير بتاعك الجميل، وشير الفيديو لبقيه اصحابك، واكتب لنا في الكومنتات تعليقاتك. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.